اهلا وسهلا على احلى متتبعين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم الفيديو في تمام الصحه والعافيه. كي دايرين مع الحراره، كي دايرين مع هاد الوقيته ديال فصل الصيف، والضغوطات والفتنه والهجره. نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين وتستمتعوا بالصيف مع الاحباب والاوقات الجميله. جبت لكم واحد البريوش، هو سينامون، واحد الوصفه اللي ربما ايطاليا. واحد الوصفه اللي هي ناجحه. البريوش كيجي اسفنجي قطني رائع وخفيف، وطريقه ديال هذا سينامون سهله، وكذلك ما فيهاش يعني بزاف ديال المكونات. لاحظوا معايا، راه قطني رائع وعطي الريحه ديالو زوينه، ومحبين القرفه غادي تعجبهم هذه الوصفه اكيد. ندوزو المقادير. عندي 500 غرام ديال الدقيق اللي ها هي عندي مغربله، عندي معلقه ديال الخماره الفوريه، ورشه ديال الملح، وبيضه واحده. كل شيء المقادير نديروهم في البول مره واحده، ما عدا الزبده حتى الاخير. هنا عندي نصف كاس ديال السكر، ما يعادل تقريبا 100 غرام. كاس حليب ديال عادي، وعندي 200 غرام ديال القشطه الطريه. يستحسن اننا نستعمل القشطه الطريه ديال الطبخ ماشي ديال الحلويات، او نقدروا نعوضوها بالياغورت الطبيعي. السكر من الاحسن نديروا نصف كاس، ما نديروش 100 غرام كامله. هنا من بعد خلطت هذوك المكونات في العجانه. كان اللي سهل فيها وزوين فيها ان هذا يعني كل شيء المكونات كنديروهم مره واحده. من بعد ما تعجن كنبقاو نضيفوا هذيك 100 غرام ديال الزبده بالتدريج. مع اليوم الحراره راه الزبده يعني كتكون رطبه دغيا كتدخل في العجين، غادي تكون الزبده بحراره المطبخ. وكنديرها في العجانه وكنخليها تتخفق بمده ديال 10 دقائق. تقدروا ديروا هذا الخليط بلا العجانه، تقدروا ديروه باليد ديالكم. هنا راه حطوا معايا، راه الخليط عندنا ماشي ثقيل، وكذلك راه ماشي جاري، راه شاد راسو شويه. نديروا له واحد الرشه ديال الدقيق، ونحاولوا نجمعوا له الجوانب غير بسطاتولا هكا كاع من بعد غادي نخليها ندير لها واحد الرشه ديال الدقيق، وغادي نغطيها بطبيعه الحال بالبلاستيك الغذائي، وغادي نخليها في الثلاجه تقريبا 30 دقيقه. نخليها تختمر في الثلاجه. من بعد دازت 30 دقيقه، ها هي خمرات. غادي نرش سطح العمل اللي غادي نخدم فيه. نحاولوا يعني ندير واحد الرشه ديال الدقيق خفيفه، ما نكتروش وما ندلكوهش، غير نحاولوا نجمعوا هذيك العجينه بهذا الشكل. وغادي التخليطه اللي غادي او الحشوه هي هذه: 100 غرام ديال الزبده، وواحد المعلقه كبيره ديال القرفه. هنا عندي 100 غرام ديال السكر الاشقر، ولكن انا ما كانتش عندي كامله السكر الاشقر. درت كاس قل ربع ديال السكر العادي مع داك السكر الاشقر، يعني المجموع كاس ديال السكر. انا ما درتش كاس سكر، درت كاس الا ربع ديال السكر. ونخلطوا داك الخليط مزيان، وغادي نحاول نورق العجينه بواحد الشكل ديال يكون هكا مستطيل، ويكون السمك ديالو سنتيم، ما يكونش غليظ ما يكونش رقيق. وغادي نحاول، هنا شفتوا مع الحراره نتاع المطبخ يعني العجينه في الساع بقات كتلصق لي واخا راه كانت بارده، حيت الحال الجو سخون والحاجه ديال الزبده كدير هكا. وبقيت كنحاول نخدم بسرعه. هنا عندي داك الخليط طليته مزيان، وغادي نحاول نلفها. لحسن الحظ انني درت هذيك السيلبات، ما بقيت كندور به
لو كان درت مباشره على سطح العمل راه كلها العجينه غادي تلصق ليا. نحاولوا الا ما كانش سيبات نديروا واحد البلاستيك وهكذا بسهوله غادي نلفوها، حيت العجينه فيها الزبده والجو سخون يعني كتبقى كتلصق. لذلك خصها تختمر هاد العجينه في الثلاجه في البروده. هنا غادي ناخذ واحد الخيط وغادي نبقى نحاول نخلي ما بيناتهم 3 سنتيم في الوحده ونقطعهم. انا بقيت كنزرب حيت العجينه كيف قلت لكم بقات كتسيح لي. الا كان عندكم الوقت رجعوها للثلاجه خليوها تبرد واحد شويه، عادوا نكملوا التقطاع ديالها. انا بقيت كنخدم بسرعه واخا يعني كانت سخونه. هنا عندي غادي نخليها تخمر، ومن بعد دخلتها الفران كتحمر، ما ندهنوها لا بالبيض لا حتى بشي حاجه. هنا الكلاصاج اللي غادي نخدمو هي 50 غرام ديال الزبده. هاد الكلاصاج غادي نسقيو به ديك سينامون، 50 غرام زبده، 100 غرام سكر ثقيل. علاش قلت لكم من الاول خصنا نقصوا الحلاوه في العجينه حيت فيها الحشوه فيها السكر، كذلك الكلاصاج فيه السكر. هنا اي نوع كان عندنا نتاع الجبن نستعملوا القطع ديال الجبن او الجبن كريمي او اللي بغيتو، ويستحسن اننا نستعملوا 100 غرام ديال الجبن اي نوع، ونخفقوهم هكا مزيان. وانايا باش نجري الكلاصاج راني ضفت الحليب. الا كان عندنا داك الفرماج داك الكريمي بلا ما نضيفوا الحليب هذاك كيطلق روحو كيكون جاري. هنا باش نتحصل على هذا القوام كيف قلت لكم راني للامانه راني زدت الحليب واحد ربع كاس ولا ما كاملاش. هنا سينامون من بعد ما طابت لي خرجتها من الفران وغادي نطليها كامله بالكلاصاج، وخصها تكون سخونه، باش كتشرب لنا هذاك الكلاصاج. وخا بقات عندي يعني باتت درتها وبقات بقات زوينه، يعني بقات رطبه. وهي هذا هو الشكل ديالها من بعد ما ساليتها. نتمنى انكم تجربوها او نتمنى انكم تعجبكم هذه الوصفه المعروفه. ودمتم في رعايه الله. الى فيديو قادم، الى وصفه جديده. ما تنسونيش بلي لايك وبالبارطاج وبشي تعليق يكون زوين بحالكم. الى اللقاء.